صفاره، حته مطبخ لونها برتقاني، وفيست اصفر بينور في الضلمه. ملابس بسيطه لشخص بسيط كان بيحاول يغير العالم. يمكن هنختلف مع بعض لو كان بيحاول يغيره للأحسن أو للأوحش. يمكن أنا والسيس كان بينا اختلافات كتير قوي. يمكن ما كناش صحاب ولا عمرنا هنكون، لكنه إنسان تقريبا. أفتكر إني أول مرة أشوفه كان عامل فيها أخرس. يمكن كان عنده سوشيال أنزايتي. تاني مرة أشوفه رفع عليا الصفارة وقال لي يا تجيب 5 جنيه يا اما هتنزل مش هتلاقي العربية. اللي عايز اقوله ان السايس كان ضحية مجتمع مش لاقي ركنة. ما كانش لازم نحكم على السايس من مظهره، لان مظهره دايما كان واخيرا احب اقول للسايس اركض في سلام يا ابني. اركض. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي، اشهر واحسن واجمل يوتيوبر في مصر. اتمنى كلكم تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله موضوعنا هيبقى عن السايس. الحقيقه انا والسايس علاقتنا يعني بنت يعني انا والسايس يعني انا بكرهه وانا مش مهتم. هو فاكر يعني هو حاسس اتجاهي بايه. انا مش مهتم. ليه؟ عشان السايس ده راجل ابن. بس بجد يعني انا فعلا انا مش انا الحلقه دي بالذات يعني انا مش حابب اكون بشتم انسان ويطلع فعلا انسان كويس وانا اللي ظالمه. ما يمكن السايس يطلع مش ابن يمكن. فالنهارده انا حابب ادي لعدوي اللدود ماي نيميسيس السايس فرصه، يمكن يطلع انسان كويس. طب تعالوا طيب كده نفكر مع بعض ايه هي مميزات السايس. وانا ماشي مع ابني هقول له ذاكر عشان ما تبقاش زي ابن كده. انا كتوفيق عمري في حياتي ما حسيت بالكره ابن ده اتجاه شخص بعد اخو وائل جسار في فيديو كليب غريبه الناس لما فكس لوائل جسار عشان يروح يقعد مع نسوان. بس انا بجد انا مش فاهم انا ليه حاسس بالكره ده، انا ليه بكرهه كده. فتعالوا النهارده نشوف انا بكره السايس ليه. السايس بيلبس فيست اصفر بنار في الضلمه، عشان يعني ده عشان انت لو انت ماشي في الشارع بالليل تبقى شايفه، تبقى عارف انت تعرف تدوسه. والفيست ده كده مش بتاعه، هو اكيد سرقه من عمال البنا اللي بيبنوا في المونوريل اللي بقى لهم بتاع 40 سنه. وسبل دي كلمه، وسبل الحمايه بتاعتهم فيست اصفر بنار في الضلمه وخوذه صفرة بلاستيك وجزمه سيفتي. دي الحاجه اللي هتحميهم بقى من خرسانه بنت 60 طن نازله عليا. غالبا هتشوف الاوتفيت بتاع عمال البنا ده تفشخ ضحك، تقول خلاص لا والله انا مش هو عليك يا عم، روح يا عم الله يبارك لك. فاكرين نفسهم في توم وجيري في عالم الكرتون. عمال البنا دول لو بيجروا في حته مفيش بعديها حاجه هيجروا في الهواء شويه وبعد كده يبصوا تحت وبعد كده يبصوا للكاميرا ويقعوا. ده الصوت اللي عمال البنا هيعملوه لو داسوا على المسمار. والسايس او ابن زي ما انا بقول عشان يحجز مكان فاضي، مكان ركنه، بيحط اكتر حاجه عشوائيه في العالم. مره شفت السايس حاطط ابنه في حته فاضيه حاجز بيه ركنه. بيفكروني بالنسوان اللي بتبقى في المحاضرات، واحده بتيجي قبل المحاضره ب9 ساعات وبتحجز اول 4 صفوف. بتحجز برضو الكراسي بحاجات يعني كرسي مثلا بتحط عليه مش عارف ازاز كحول، كرسي عليه علبه مناديل، كرسي عليه اولويز مستعمل. ولو تجرأت ورحت عند الكرسي اللي عليه اولويز مستعمل ده وحاولت تشيله، هتبص لك وتقول لك انت قليل ذوق قوي على فكره، وانت بنت مرة خدت بالي ان السايس بياخد منك فلوس عشان تركن في الشارع. طب ليه؟ هو الشارع بتاعك مكتوب باسمك يعني؟ غريبة. مع اني وانا جاي من اول الشارع ما شفتش يافطة مكتوب عليها يا ابن المرة. جماعة انا سعيد بالحلقة دي بجد، انا مبسوط لك وانا بشتم في السايس. يعني لو الشارع بتاعك من حقك
تعمل اللي انت عايزه. يعني في شارع في المهندسين اسمه البطل احمد عبد العزيز. صاحب الشارع ده عمل اللي هو عايزه لدرجه ان هو حط بطل قبل اسمه، والناس ما بقتش عارفاه غير باسم البطل احمد عبد العزيز. يعني لو انت ماشي في الشارع مثلا ورحت الراجل عجوز قلت له لو سمحت يا حاج اروح شارع احمد عبد العزيز منين، هيقول لك ابعد عني يا ابن المرن، ابعد عني، انت مش عارف شارع احمد عبد العزيز؟ يا رب الجيل النجس ده، يا رب، يا رب القرف ابن. فغالبا هتروح تسال يعني واحد تاني تقول له لو سمحت حضرتك شارع احمد عبد العزيز منين، هيقول لك احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز بطل، قصدك البطل، ويبتدي بقى يوصف لك. يعني انا لو عملت شارع باسمي اسميه الفاجر توفيق الحديدي. هو علق 6 سوياس كده على اول الشارع زي باب زويله، شارع توفيق الحديدي، قصدك الفاجر. انا شغلي الجديد في المهندسين، وصدق او لا تصدق المهندسين مليانه سياس، مع ان اسمها المهندسين ومليانه سياس، اسمها المهندسين ومليانه سياس، مع ان يعني المفروض انها تبقى مليانه مهندسين. بس مش فارق يعني مهندسين من السياسه عشان الاثنين بيجوا يبنوا عليك. انا اسف طبعا لكل المهندسين، اتمنى ما حدش يجي يشتمني باليوسي ماس يقعد يعمل لي بقى. المهم انا شغلي الجديد في المهندسين، والشارع بتاعي فيه 4 سياس في شارع واحد، فاكرين نفسهم شغالين في شارع انترناشونال. انا بقى متخانق مع 3 سياس من اصل 4، ورابع واحد ده اتخانقت معاه برضه، بس رحت صالحته عليه عشان ما كنتش بلاقي ركنه. بس كان حرفيا الرابع ده عايز يصالحني على ركنه انا لقيتها لوحدي. يعني انا نزلت، يعني انا كنت ماشي في الشارع، نزلت وشلت الصخره ورميتها ودخلت اركن وطلعت الشغل، نزلت بيقول لي بقى حاسبني بقى على الركنه بتاعتي، مستفز. المهم بقى الرابع ده انا اتصحبت عليه، كان بيحاسبني باثر رجا ده، اتصحبت عليه وخدت رقمه وقلت له انا اسمي خالد حسام. انا بقى مستني اخر يوم ليا في الشغل وهنزل اخده بالحضن واروح حاطط له حته حشيش في جيبه ومديله رصايه بنت وهطلع اجري وهكلم البوليس، هقول له ان في ديلر عامل فيها سايس في المهندسين، وهكلم الديلر هقول له ان في سايس عامل فيها ديلر في المهندسين، وهقف بقى في اخر الشارع مع الراجل المجنون بيجري منط في الشارع، نتفشخ ضحك بقى على اللي بيحصل بقى. غالبا يعني لو خطتي دي نجحت انا يعني مش عارف اعمل ايه الصراحه. يعني ممكن اروح بيتي جري. خدت بالي ان السايس يعني لو ترجمتها بالانجليزي تبقى حاجه اسمها فاليه، وده بيفكرني يعني بالفاليه الفاليه المائي. يعني ده ببساطه يعني سايس بيركب مراكب وجيت سكي وحاجات كده، بيبقى لابس لايف جارد بينور في الضلمه. والسايس لو انت قلت له لو انت جاي تركن السايس حلو، لو انت جاي تركن قلت له لا ايه مش هدفع، هيقول لك هيطلع لك ورق مكتوب عليه 20 جنيه وهيقول لك باركن. والله الحي اعمل ايه؟ باركن. حرفيا اي حد ممكن يكتب اي رقم على اي ورقه ويديها لك يقول لك باركن، اي حد. انا ممكن اعمل كده. هو فاكر ان هو لما يقول حاجه اللي هو بيعملها او الحاجه اللي هي بتحصل دلوقتي هو كده خلاص، هو كده ثقه يعني كده اديله 10 وفوقيها 20 جنيه هديه. حاجه عامله زي مثلا لو رحت المبرمج وقال لك كودنج، والله اعمل ايه؟ كودنج. او رحت للدكتور مسالك بوليه وقال لك اعمل ايه؟ بس الحي. ودايما بشوف دايما بيبقى في خناقه كده، بيبقى بشوف السايس بيتخانق مع الراجل المجنون بيجري ملط في الشارع. غالبا الراجل المجنون بيجري ملط في الشارع بيتخانق مع السايس عشان السايس حاول يحجز بيه ركنه قبل كده. وهل كان في سوياس ايام رجال الكهف؟ يعني كان في واحد كده زمان كده بفيست عليه نمور بينور في الضلمه بيحاول يا اما يتجوز ابو هشيمه او يركن الناس اللي هي راكبه ديناصورات، سواء اللي بتمشي او بتطير يعني. واسمع ان النسور ايام رجال الكهف كانت كبيره فشخ، كانت كبيره موت، اكبر من سايس. اشهر نوع من النسور دي كان اسمه نسر الشاهين. نسر الشاهين ده كان في خاصيه كده ان هو بيركن لوحده، فالناس سمته شاهين العبقري، نسر شاهين العبقري. السايس بقى كان بيتخانق مع كل رجاله الكهف عشان كلهم الرجاله المجانين اللي بيجروا ملط في اي حته عامه مش في الشارع بس. وفي سياس خرص او بيبقوا عاملين فيها خرص. السايس اللي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مفيده اللي هو وانا راجع بالعربيه يقول بس عشان ما اخبطش في الرصيف، دي كمان مش عايز يعملها حاجه. يعني دي سايس اخرس، دي حاجه عامله زي مثلا لو بورن ستار عنده ضعف جنسي، او مثلا مهندس ما بيقولش كل 3 ثواني ان هو مهندس. انا مش مهندس. يعني ليه السايس بيعمل فيه عنده اعاقه؟ هل هو فاكر ان هو لما يعمل فيه عنده اعاقه كده يعني هنديله فلوس اكتر؟ يعني الاعاقات بتجيب فلوس من امتى؟ يعني انا عمري مثلا ما شفت جرافيك ديزاينر بيقول لمديره ان هو عنده عمى الوان عشان يزود له مرتبه. ده طبعا يعني لو اعتبرنا ان عمى الالوان ده
اعاقه يعني هي لو اعاقه تبقى اعاقه عمل الوان ده تبقى اعاقه هي يعني هي مش يعني انت شايف بس مش شايف حد فاهم يعني هو انت هي بس هي يعني انت بتعرف انت انسان عادي بس انت مش انسان عادي فاهم حاجه مثلا عامله زي لو انت بتسمع كل الحروف ما عدا حرف الث انت سامع ومش سامع بس يعني مش هفهم من نص كلام مايك تايسون مش هعرف لو في تعبان جاي يقرمني مش هاخد بالي منه لو رحت السعوديه وحد قال لي تبغى ثمره هقول له يلا بقى يا باشا بقى يلا بينا يلا اديني في الثمرات اديني بعد كده لو اداني كومنتريه هبقى متضايق ايه يا اسطى ده فين يا اسطى التانيه تخيل ما اسمعش حرف الخاء مثلا هنبقى بعد ما خلصنا خناقه بقى مستغرب هم ليه العيال جايين يضربوا صاحبي تاني بعد ما فضينا الخناقه اكتر حاجه مضايقاني في السياسه انه كسول واختار الطريق السهل مع انه كان ممكن يتعلم برمجه او حتى يشتغل في الريل استيت وكان هيبقى شاطر قوي في الريل استيت عشان ما كانش هيقفل السكه غير لما يخلي الكلاينت يديله فلوس دلوقتي لا يا اسطى حولهم لي يا اسطى نستا باي انا معاك يا اسطى حولهم لي نستا باي عايز فكه كام مليون معايا يا اسطى عايز معايا او غالبا كان هتجيبوه من تحت شركه الريل استيت دي كل يوم عشان قاعد بيركن في الناس يا جماعه في نهايه الحلقه احب اقول ان السيلز دي مش شغلانه حقيقيه ولو السيلز ليه مليون كاره فانا واحد منهم ولو السيلز ليه كاره واحد بس فهو انا ولو السيلز ما كانش ليه ولا كاره فانا مت انا هفضل اكره السيلز لحد اخر يوم في عمري عشان بجد دي اغلى شغلانه في العالم هو بجد واقف ما بيعملش حاجه عشان كل السيلز ده ما بيعملش حاجه يعني هو حتى مش شحات معترف لي ان هو معوش فلوس فانا هتصدق انما هو ابن فاكر ان هو بيعمل حاجه بجد يعني هو بيبقى نازل الصبح من البيت فاكر ان هو بيضحي ابن امه بتدعي له روح يا ابني ربنا يفتحها عليك السايس دي مش شغلانه حقيقيه والله العظيم 3 مش شغلانه حقيقيه السايس مش شغلانه حقيقيه والله يا جماعه يا ريت يا جماعه كلنا ما نديش للسايس فلوس عشان يبدي ده اقسم برب الكعبه ما يقدر يعمل حاجه العربيه انا زمان كنت خايف يعمل لي حاجه في العربيه لغايه ما في مره مش فاهم في حاجه قدامي اتعمل في حاجه فيا اتعمل لها يعني سويتش اون كده قلت له ليه اديك فلوس ليه انت عملت ايه انا راكن لوحدي انا جاي انا مبدئيا دي عربيتي حلو وانا داخل شفت الركنه لوحدي انت حتى ما عملتليش كده وداخل انا بعرف اسوق يا ابني وبعرف اركن لوحدي انت ما بتعملش حاجه في حياتك روح موت روح نط من الشباك انا بكره استغفر الله العظيم يا رب بجد يا جماعه بجد شغلانه يعني هي مش شغلانه انا مكسوف من نفسي وانا بقول عليها شغلانه هي اقل من انها تكون شغلانه استغفر الله العظيم يا رب ما علينا يعني اتمنى بالفيديو ده اكون الهمت حتى شخصين بس ان هم ما يدوش فلوس للسايس عشان بجد يا جماعه الاستلواح وحش والاستنكاح وحش ولو فضلت تبقى سامح له يستنكح عليك من الاخر بقى خلاص هيبقى حق مكتسب زي الراجل زي السايس الرابع اللي عندي في الشغل ده بس الصبر باذن الله هنعمل عمليه اباده ما علينا يعني يا جماعه دي كانت نهايه الفيديو اتمنى كلكم تكونوا اتبسطتوا ولو ما اتبسطتوش عادي ده بس كان غضب جوايا وانا حابب اوجهه اتجاه السايس انا توفيق الحديدي وده كان فيديو بيضحك